السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أخوات الإخوان الكرام، صلوا على النبي قبل ما نبداو. هاد النهار اليوم جبت لكم وصفة ديال الغريبة البهلة، واحد الطريقة سهلة جدا في المتناول. بون، المقادير اللي نحتاجو هاد النهار: نحتاجو 250 غرام ديال الزبدة رطبة، ونحتاجو 250 غرام ديال السكر سنيدة، ولكن غنطحنوها نطحنوها في الدار ونغربلوها بالشبكة. كنخلطوا هاد جوج مقادير مع بعضياتهم كي كتشوفوا في الفيديو. كنردروا السكر فوق الزبده وكنبقى نخلطوا بيدينا. نقول لكم تستعملوا الماكينه ديال الطراب باش تسرعوا العمليه الا بغيتيو. بالنسبه لي عنده لا ماشين اللي ما عندوش ما كاين مشكل، يقدر يديرها بيديه. ومن بعد كنضيفوا الخلطه ديالنا جوج كيسان ديال الزيت، مما يعادل 400 غرام 400 مليلتر ديال الزيت، وكنبقى نخلطوا داك الخلطه ديالنا حتى كتولي بحال الكريمه. كي كتشوفوا في الفيديو كنحطوا الخلطه ديالنا فوق القصعه، كنزيدوا لها قبصه ديال الملحه، كنبقاو نخلطوا كي كتشوفوا في الفيديو. من بعد كنضيفوا 100 غرام ديال الزنجلان مطحون، وكنضيفوا 200 غرام ديال زبده الكاوكاو، او ممكن لكم تحطوا الكاوكاو مطحون عادي على حسب الاختيار، داكشي كيكون. زائد كنضيفوا معلقه كبيره ديال النافع. كنزيدوا معلقه صغيره ديال قرفه، وكنضيفوا معاها معلقه ديال فانيلا، ليسونس ديال فانيلا كي كتشوفوا في الفيديو. و ابخي كنخلطوا المزيج ديالنا تيولي تيولي لون واحد كي كتشوفوا في الفيديو. ابخي كنضيفوا كيلو ديال الطحين الفورس، كنضيفوا يعني ماشي دقه واحده كي كتشوفوا في الفيديو، كنضيفوا وحنا كنخلطوا باش نقدروا نجمعوا العجينه ديالنا. وكنضيفوا 3 باكيه ديال الخميره الحلوه الى الخليط ديالنا. ابخي كنكملوا نرشوا الطحين ديالنا وكنحاولوا نجمعوا العجينه ديالنا، وكنبقى مره نقلبوا، نحاولوا نجمعوا العجينه كي كتشوفوا في الفيديو. نكوروها بيدينا الى تكورات وشدت راسها، اذا صافي بلا ما نزيدو طحين، بلا ما نكملوا داك الكيلو اللي بديناه من الاول. الى لقينا العجينه الكره كتحل، اذا نقدروا نزيدوا شويه ديال الزيت باش تجمع لينا العجينه ديالنا، باش تجمع لينا داك الكره ما تحلش. هانتوما كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين، العجينه ديالنا رطبه، دونك هكا خصها تكون. ودابا كنبقى ندوزو العمليه ديال ان نكوروا العجينه ونحطوها في الصينيه، كنبقى نستفوا الغريبه ديالنا في الصينيه. من بعد كندخلوا الفران على تحت درجه 180 درجه، واللي عنده فران ديال البوطاغاز خصو يحطها من التحت، هي الاول، من بعد يطلعها الصينيه ديالو للفوق، وتكون عافيه مهيله صغيره. هانتوما كما اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا الشكل النهائي ديال الغريبه البهله كيفاش كيجي. انا صايبت الكميه كثيره على حسب عندي الضياف. هانتوما كما كتشوفوا الغريبه ديالنا كتكون خفيفه هشيشه، دونك حدا كتكون سخونه، دونك خصكم تخليوها تتبرد باش تشد راسها شي شويه، ومن بعد كتكون واجده للتقديم.
نتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه وتنال الاعجاب ديالكم والضيوف ديالكم نتوما علاش لا. الى عجبكم اخواتي واخواني هذا الفيديو هذا ما تنساوش ما تبخلوش علينا بشي لايك بشي كومونتير الا كان عندكم شي تساؤل شي سؤال باغي نسولوه شي باساج ما فهمتيوش نشرح لكم اكثر نعطيكم تفاصيل اكثر الا كان شي حاجه ما واضحاش ونشوفكم على خير ان شاء الله.